يا مساء الفل عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح اتكلمنا عن امتى تروح اسوان، او امتى تروح الموسم، امتى الموسم بتاع الاقصر واسوان بيبدا امتى، من كام لكام، ايه الوقت المناسب، تروح ازاي، والكلام ده كله. النهارده هنتكلم نفس الكلام بس على شرم الشيخ، وكل يوم ان شاء الله هنتكلم على محافظه سياحيه غير اللي قبلها. يعني امبارح كانت على اسوان والاقصر، النهارده شرم الشيخ، وهكذا وهكذا. قبل ما نبدا الفيديو زي ما متعودين ادعموني باشتراك في القناه ولايك للفيديو ده وشير الفيديو عشان اكبر عدد من الناس يقدروا يشوفوه. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه احنا متعودين نعرفها، ايه هو الوقت المناسب ان انا اروح فيه شرم الشيخ؟ بصوا بقى، شرم الشيخ مش ملهاش وقت مناسب، ملهاش سيزون معين. هينفع في الصيف وينفع في الشتاء على حسب انت بتحب ايه. في ناس بيحبوا الحر الزياده فبيروحوا في الصيف، لان شرم الشيخ هي الحته اللي هناك جبليه، فبتكون حر زياده، ممكن شويه واخده من جو الخليج، في صهد، في رطوبه، الكلام ده كله، فبتكون حر شويه. لكن في الشتاء هي جوها بتكون افضل. ليه؟ لان هنا بيكون الجو برد، هناك عشان الجو جبلي وكده فبتكون ادفى. فاهمين؟ فدي من الحتت الشتويه في مصر. انا بعتبرها عامه شتويه مش صيف. بس هل انا بحبش اطلع في الصيف؟ لا، بحب اطلع في الصيف. هل انا بحبش اطلع في الشتاء؟ بحب اطلع في الشتاء. يعني هي تنفع لكده ولكده. طب ايه هي المواصلات اللي انا ممكن اروح بيها شرم الشيخ؟ عندك ثلاث حاجات. طبعا العربيه بتاعتك، وممكن تروح بالباص، وممكن تروح بالطياره. طيب هنمسك حاجه حاجه. العربيه بتاخد قد ايه وقت؟ العربيه هتاخد منك مثلا في حدود الخمس ست ساعات. تمام، لان انت في الكمائن بتاعه شرم الشيخ مش بتقف كتير، لان انت بتدخل من مدخل الملاكي، مش بتدخل من مدخل السياحي. طيب بالنسبه للباص او للجو ميني، للباص انت بتتحرك بتاخد مثلا وقت معاك من اول 10 ساعات لحد 12 ساعه. وده ليه؟ ده مش للطريق انه طويل، لا، ده لان انت بتكون مثلا طالع في باص سياحي بيكون مثلا فيه حوالي 56 راكب او مثلا 60 راكب. انت كل ده بيتفتش واحد واحد، والشنط بتاعتكم بتنزل واحده واحده. فاهمين؟ فده بياخد وقت كتير. وفي الكمين، ولما بيكون في سيزون بيكون الدنيا زحمه اكتر، لان طبعا ما تنسوش ان الكمين دي بتطلع على دهب وعلى نويبع وعلى طابا، نفس الطريق كلهم واحد. فساعتها بتكون زحمه شويه. بالنسبه لو انا عايز اروح مثلا في وسيله مواصلات، مش معايا عربيه، بس عايز الوقت يكون اقل شويه، ساعتها بقى بتختار حاجه اسمها جو ميني. دي شركه جو باص بتقدمها، فدي بتبقى افضل اختيار. يعني ان انت بتاخد اصلا في الطريق كله بتاع حوالي 5 ساعات 6 ساعات، فمش اكتر ولا اقل. طب ايه هي الشركات اللي بتطلع رحلات لشرم الشيخ؟ عندك اشهر ثلاث شركات اللي هم جو باص واوتوبيسي وبلو باص. الحاجات دي بتبقى اشهر حاجه يعني. طيب لو عايز تطلع جو ميني، جو ميني هو من اسمه اصلا هو جو باص، بس في جو ميني. ده جو ميني ده قسم في جو باص اللي هو زي الميكروباصات الهاي اس، اللي هي التويوتا اللي هي المكيفه، دي بتكون افضل حاجه عشان ما تاخدش وقت. طيب لو انا عايز اروح طيران والبادجت معايا عالي شويه، ساعتها في برضو اهم ثلاث شركات عندنا في مصر: النيل للطيران، مصر للطيران، واير كايرو. الثلاث شركات دول بيروحوا، بس اهم حاجه ان انت لو هتحجز تذكره طيران لازم تحجزها قبلها بحوالي مثلا 4 اسابيع او 6 اسابيع عشان تجيب سعر كويس جدا للتذكره. طيب الوقت اللي بناخده في الطياره، الوقت اللي بتاخده في الطياره انا عايز اقول لك انت ما بتكملش 50 دقيقه، يعني ما بتكملش الساعه كمان. لو الرحله ما اتاخرتش انت مش هتكمل ساعه في الطياره، وهتكون ان شاء الله واصل شرم الشيخ. من القاهره لشرم الشيخ مش هتاخد ساعه بالظبط. طيب اسعار الفنادق واسعار الهوستل، خلينا نبدا الاول بالفنادق. الفندق لو عايز تاخد فندق في شرم الشيخ، ممكن معاك فندق يبدا مثلا في الليله للفرد مثلا من $100 $150. ده الفنادق مثلا لو هتتكلم في 4 نجوم او 5 نجوم. طيب لو انت طالع مثلا مع اصحابك وعايز توفر الكلام ده كله، ممكن تاخد هوستل. الهوستل بيبدا سعره مثلا من $10 من $12، حاجه في الرينج ده، وبيبقى لذيذ وبيقضي الغرض وبتنام والكلام ده كله. بيبقى اول حاجه موفر، تاني حاجه ان انت كده كده انت طالع مع اصحابك فمش هيفرق معاك الفندق قوي يعني. في بقى حاجه ثالثه انا بحب ارشحها دايما، في كده اعلانات بتيجي، شركات السياحه بتعمل عروض انه ايه، انك تطلع 4 ايام مثلا في فندق 3 نجوم او حاجه بريكفاست انكلودد، بيكون سعره مثلا في حوالي 1900 جنيه 2000 جنيه، شامل بقى الانتقالات بكل حاجه. يعني هم بياخدوك من القاهره وبيرجعوك القاهره، والفندق هناك ب 1900 جنيه كل ده. فده نايس فير يعني جدا بصراحه، لانه بيكون سعره حلو. لو انت حسبتها لوحدك انت هتصرف اكتر من كده. يعني مثلا لو انت هتقعد 4 ايام واليوم ب $10، انت خلاص انت ال4 ايام اصلا الفندق او الهوستل بس خدوا منك 2000 جنيه، $40 ب 2000 جنيه. فاهم؟ فدي كمان بتديك الانتقالات، وبيكون في فندق برضو افضل شويه من الهوستل يعني. ف... فدي بتكون خيار افضل، يعني ده افضل خيار يعني لو انتوا طالعين شباب. وطبعا شركات السياحه مش ما عندهاش الفنادق اللي هي ال3 نجوم بس، انت ممكن تختار 5 نجوم، ممكن تختار 4 نجوم، على حسب اللي انت عايزه وعلى حسب البادجت اللي انت حاطه للسفريه. فكده عرفنا انه شرم الشيخ ينفع تكون
مصيف ومشتى. بس كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، وما تنسوش ادعمونا بسبسكرايب ولايك للفيديو وشير الفيديو في كل مكان. وما تنسوش كل لينكات السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقوها تحت في الديسكربشن، روحوا واعملوا فولو هناك عشان في ريلز هتعجبكم جدا. استنوا الفيديو بتاع بكره ان شاء الله. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات عايز المحافظه الجايه اللي هتكلم عليها تكون ايه.